السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نصلي صلاة الوتر وماذا نقول بعد التسليم من ركعة الوتر؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم أن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة أي بعد الصلوات الخمس هي صلاة الليل بما فيها صلاة الوتر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يقصر وأحيانا يجمع بين الصلاتين صلى الله عليه وسلم، لكنه كان لا يترك صلاة الوتر أبدا لا في الحضر ولا في السفر. ويجوز أن نصلي صلاة الوتر ركعة واحدة أو 3 ركعات أو 5 ركعات، لكن لو صليناها 3 ركعات يعني لا نجلس للتشهد إلا في الركعة الثالثة الأخيرة حتى لا تتشبه الصلاة بصلاة المغرب. يعني بنصلي 3 ركعات ورا بعض أو نصليها ركعتين ونسلم وركعة واحدة ونسلم، تمام؟ لكن لو حبينا نصليها ورا بعض 3 ركعات لا نجلس للتشهد إلا في الركعة الأخيرة. كذلك لو صليناها 5 ركعات متواصلة لا نجلس للتشهد إلا في الركعة الخامسة. واضح كده؟ ويسن في صلاة الوتر إذا صليناها 3 يسن فيها أن نقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الأخيرة والثالثة بقل هو الله أحد سورة الإخلاص بعد الفاتحة. طيب لما بنسلم بقى من ركعة الوتر ماذا نقول؟ نقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم من ركعة الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويطيل في المرة الأخيرة، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويطيل في الثالثة صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات ويطيل في آخرهن. زاد بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد سبحان الملك القدوس 3 مرات كان يقول رب الملائكة والروح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.